صينية الفراخ المشوية في الصينية وعلى البوتاجاز من فوق من غير فرن ومن غير اي حاجة، هنحطها بس في الاخر تحت الشواية 10 دقايق. تحفة جدا، بصي مستوية وجميلة جدا. المقادير معانا: هنجيب فرخة متقطعة مغسولة طبعا، بالليمون والملح والدقيق ومظبطينها ونضيفة كده وتبقى زي الفل. ومعانا كوباية زبادي وبصلتين وقرن فلفل وشطة خضراء وطماطميتين وليمونة. وهناخد الحاجات ديت، ومعانا البهارات بتاعتنا: فلفل اسود، كمون، كزبرة، بهارات بابريكا، عندنا توم باودر وبصل باودر وملح، وربع معلقتين زيت، مش ربع كوبايه، معلقتين من الزيت عشان الفراخ اصلا فيها دسم، فمش عايزين نزود. ده خدنا المكونات كلها ضربناها في الكبه، وزودنا كوبايه الزبادي وعليها معلقتين الزيت الزيتون او زيت ذره، زيت كويس، مش عايزين نزود الدهون. تمام، قلبناها في بعضها، وهنمسك كل ربع هنحشيه من كل اتجاه بالخلطة الجميلة بتاعتنا ديت. هننزل ده الصدر، هنقطع الفرخة 5 قطع، ده جزء من الصدر، هنحشيه من تحت الجلد، نفتح الجلد كده ونحشي تحتيه كويس جدا، ونغلفه كويس جدا بالخلطة دي من كل مكان. على فكرة انا ما نقعتهاش ولا سبتها في التتبيلة شوية ولا اي حاجة، انا مجرد ما حطيتها كده وهرصها في الصينية، هاخدها على طول على الفرن. الخلطة دي اصلا جميلة جدا وبتدي طعم حلو قوي 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 للفراخ. بقية الخلطة ايه، انا حطيتها على وش الفراخ وهاخدها على الفرن، وهتاخد لا يعني هاخدها على البوتاجاز وهغطي عليها، وبعد كده هديها تحت الشواية 10 دقايق. ممكن تحطيها برضك في الفرن، بجد تحفة جدا جدا جدا، طعمها رهيب، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير علشان تدعمونا وعشان يوصل لكم كل جديد. يهمني جدا رأيكم يا أحلى بنات، وشكرا. وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وأنزل لكم وصفات تانية أحلى وتكون بردك تعجبكم. وده شايفة القطعة بتتقطع ازاي بالمعلقة من كتر سواها، أصلا لما تحطيها على النار وتغطي عليها البخار بيسويها، وبعد كده تحت الشواية 10 دقايق بس للون. وسلام بقى لو حتة فحماية كده في قلب الصينية، بتخليها حكاية. تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، يهمني رأيك جدا في التعليقات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.